السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص بقى الشتاء دخل، ان هو بقى البرد اللي هو بقى البرد بتاع الشتاء يعني. فقلنا بقى ايه دي وقتها، انا بسيب كل حاجه كده لوقتها. ايه هي بقى وقتها؟ المفتقه الجميله اللي هي كده بتحسسنا كده ما شاء الله بالشتاء. انا بحس بالشتاء كده بالاكلات اللي زي المفتقه دي. هي دي اللي بتاكلش غير في وقتها فعلا. انا عن نفسي باكلها طول السنه صراحه، ربنا بحبها في اي وقت، لكن بصراحه ربنا البرد كده والشتاء والدفى مرتبط معايا بالمفتقه. زي المحشي كده بناكله طول السنه، لكن في الشتاء له طعم تاني وريحه تانيه. كمان ريحه المفتقه بتاعتنا اللهم بارك تحفه جدا جدا. رجعتني كده لسنين كتير قوي لورا كده، ايام زمان واحنا صغيرين كده. كانت جاره ماما الله يرحمه كان بيعملوها كده. كانت الريحه بتبقى قلب الدنيا، وحرفيا نفس الريحه والقوام. شايفين القوام؟ وعايزه اقول لكم هي لسه ما بردتش تماما يعني. لسه فيها كده نسبه من الدفيان كمان يعني، ما بردتش خالص يعني. عشان اقول لكم انها كده القوام بتاعها لسه كمان هتتقل معانا اكتر من كده. كمان السوداني والسمسم بتاعنا مش بس على الوش كده، لا كان في قاع العلب تحت ومتعلقه كده كمان ما شاء الله يعني. كانت تحفه جدا والله. اي حد ممكن يعملها يا جماعه، اعملوها وجربوها والله يا سهله. بس يعني خدوا بالكم من الطريقه، امشوا على خطوات مظبوطه، لان زي ما بيقولوا كده اهم من الشغل ضبط الشغل. هتطلع معاكم احلى مفتقه. وتعالوا نشوف بقى نعملها مع بعض ازاي. بس نخش على الوصفه بتاعتنا، ما تنساش اللايك والشير، وتعالوا نسمي بسم الله. بص بقى، انا رحت عند العطار ولاد غيطه. بصي اداني الحاجات دي، انا بقيت مستغربه جدا ليه. انا مش عارفه كام كيس حاجات هبله كده اداهم لي بكام؟ قال لي ب 80 جنيه. ايه هم بقى؟ انا ما اعرفش الصراحه. اللي انا عارفه اقول لكم عليه ده كان الصمغ العربي. وكان في اللهم هو ده لبان دكر. تمام. وده الصمغ العربي. ودون في كيس دون مش عارفه هو ايه صراحه. دون الحته الطوبه دي ريحه المفتقه جدا، فتقريبا ده اللي بيدي الريحه المفتقه. واللي انا حطيته تحت دون لبان دكر. تمام. ومستكه. ودون الحبه الخضراء. ودي بقى كانت المغات مع الحلبه المطحون، مع الحلبه ايه، مش عارفه صراحه ربنا اسمها ايه حلبه محوجه. ايوه مغات على حلبه محوجه. هي قال لي هي دي اساس المغات، اساس المفتقه. اي حاجه تانية عايزه تضيفيها بقى بتبقى تجوده من عندك حطيها. بصوا انا ما اعرفش ايه ده، تقريبا دون عامل زي اللي انا بحطه على اللهم صل على الفايش الصعيدي. انا مش عارفه اسمه ايه برضه، نسيت اسمه المهم يعني. الخشبه دي هي دي اللي ريحه المغاد جدا جدا. ودي الحبه الخضراء دي اللي انا عرفتهم برضه. المهم انا جيت بقى قلت له كده بقى في شمر وفي ينسون وفي حبه البركه. قال لي بصي دول هم دول اساس المفتقه. اي حاجه تانية عايزه تضيفيها على المفتقه بتبقى اضافات من عندك. انا صراحه ربنا بقى ما حبيتش ان انا اجود، قلت لا خلاص زي ما هو قال لي. هو عمه ده كده الله يبارك له يعني، راجل محترم جدا جدا. قال لي هي دي حاجه المفتقه الاساسيه. انا خلاص التزمت بكلامه وسمعت كلامه. هنا بقى عندي 2 كيلو من العسل. على فكره دول 2 كيلو، بس انا هنزل عليهم كيلو كمان. تمام. بس هي ما صورتهاش يعني. كان جبت ب5 جنيه حلبة حصى عادية خالص. وده كان السمسم وده كان السوداني والسمسم كنت جايبهم ب50 جنيه. جبت ب5 جنيه حلبة حصى. حمصتهم حلو جدا على البوتاجاز، وبعد كده لما بردوا طحنتهم في قلب المطحنه بتاعه الخلاط عادي. وبعد كده عملتهم بالمصه بتاعه الخلاط، نزلت الناعم يعني هزيتهم مره واتنين كده. خدت الناعم خالص منه. وزي ما انتم شايفين كده انا نزلت عليهم بالعسل كده. نزلت على الحلبة بتاعة المطحونة على العسل. في ناس بيقولوا احنا مش بنحب، المفروض ما تتحطش الحلبة المطحون الحصى دي غير في اخر خالص قبل ما اطفي عليها عشان مرارة. لكن انا عملتها قبل كده صراحة المفتقة. انا عملتها مرة قبل كده، دي تاني مرة اعمل المفتقة. وكنت حاطة الحلبة كده وما كانتش مرة ولا اي حاجة. طالما انا محمصاها كويسة على النار وواخدة تحميصة كويسة. طبعا انت كل ما تحمصيها بتشيل، طبعا بتقل كتير المرارة بتاعتها. وطحنتها وهزيتها زي ما انتم شايفين مرتين وثلاثة، وهي دي اللي كانت طلعت معاهم. قلبتها كده وسبتهم حوالي ساعتين على الرخامه، يعني علشان خاطر ايه يتخمروا مع بعض زي ما بيقولوا كده. هنا بقى انا نزلت هنا بكوبايه ونص من الزيت. انا ما صورتش الكوبايه، بس انا نازله بكوبايه ونص من الزيت. ونزلت بالسوداني والسمسم مع بعض كده في قلب الزيت بعد الزيت بتاعنا ما سخن. وعايزه اقول لكم ما شاء الله يعني، انا مش هم متحمصين اوريدي وكل حاجه. لكن انا عايزه اطلع الرطوبه منهم ليه؟ علشان خاطر لما تيجي تاكلي كده لحد اخر معلقه مفتقه عندك، تلاقي السوداني والسمسم مقرمشين معاكي كده، مش طريين كده معاكي، ولا مش بيبقى طعمهم حلو خالص، هم مش مقرمشين. فانا عايزه اديهم كده يطلع الرطوبه منهم، واديهم تحميصه بسيطه عشان خاطر بس ايه يفضلوا معانا مقرمشين لاخر حاجه. نزلت هنا بقد ايه يا بيرو؟ نزلت ب6 معالق من الدقيق، لان كل كيلو من العسل بياخد معايا معلقتين من الدقيق. فانا عامله 3 كيلو عسل، نزلت
ب3 معالق من الدقيق، 6 معالق من الدقيق. أنا هاحمّص كده فيهم على النار، أول ما الريحة بتاعتنا بتطلع كده، أول ما باشوف الدقيق لونه بيغيّر باروح نازلة على طول دقيق الحلبة بتاعتنا، المُغات على الحلبة المحوّجة ونزلت بيهم كده زي ما أنتم شايفين باقلب، يا أبويا يانا يابا على الريحة مش قادرة أقول لكم إيه، أنا مش عارفة أحكي لكم ولا أوصف لكم الريحة. أنا نزلت بالبهارات بتاعتنا أو التحويجة اللي عمو ادّاها لي ديّة، ونزلت بيها زي ما أنتم شايفين كده بعد ما طحنتها. تعالوا بقى يا ريتكم كنتم معايا، يا ريتكم تشموا الريحة. عايزة أقول لكم والله قسمًا بالله جيراني قالوا لنا أنتِ كنتِ بتعملي مفتقة، البيت كان مقلوب بريحة المفتقة. رهيبة، رهيبة، فعلًا، فعلًا دي الريحة اللي مش تسمّع على آخر البيت، دي تسمّع على آخر الشارع فعلًا. فظيعة يا جماعة الريحة وهم، أقسم بالله الريحة حاجة كده تاخد العقل، والله. أول الريحة بتاعتنا ما شاء الله ما طلعت كده واتحمّصوا معانا، نزلت بالعسل بتاعنا على طول. أنا كنت هنا نزلت ب2 كيلو عسل بس، لسه هاضيف الكيلو التاني. المهم زي ما أنتم شايفين إيدي فيها طبعًا على النار على طول، علشان خاطر ما تعملش معانا أي تكتلات الدقيق طبعًا. أي نعم أنا محمّصاه، لكن طالما لسه أنا نازلة بكده دي العسل كان ساقع طبعًا، والدقيق طبعًا كان سخن، فعلى طول بالتقليب المستمر كده علشان خاطر ما يعملش معانا أي تكتلات. وعايزة أقول لكم بُصّوا ما شاء الله يعني الخطوات كانت مضبوطة على الشعرة كده، طلّعت لي مُغات اللهم بارك تحفة، تحفة، تحفة. مُغات معلش، طلعتنا مفتقة تحفة جدًا، جدًا. مش قادرة أقول لكم والله العظيم. أنا عايزة أقول لكم بس يعني إيه، كمان أنا لمّا جِبت التحويجة من العطار، ده عطار دولة غيطة دوًّا كده أشهر من نار على العالم عندنا هنا طبعًا. عايزة أقول لكم إن أنا ما قدرتش أقاوم ريحة المُغات، وعملت لي منه كوباية بصراحة، سلقت منه كده وعملت منه كوباية، جميل جدًا، جدًا. أولاد غيطة دي بصراحة ربنا يعني البهارات والتوابل من عنده ما يُعلاش عليها بصراحة يعني. المهم هنا على النار بقى زي ما أنتم شايفين كده، زي ما أنتم شايفين كده على النار، أنا هافضل أقلِّب فيهم كده. مش يعني مش باشيل إيدي، لأ باشيل إيدي بس على طول باقلِّب من وقتين على طول. أول ما هيبتدي يغلي معانا، أنا كنت باوريكم إنه ابتدى يغلي، أول ما ألاقيه الحلة بتغلي معانا هاهدّي النار، طبعًا كده النار عالية. أول ما ابتدت تغلي أنا هاهدّي النار عليها على طول، مش هاهدّيها للنار يعني ضعيفة، لأ أنا هاخلّي النار كده وسط. زي ما أنتم شايفين أنا باقلّب أهوّة، أسكت شوية وأقلّب شوية، بس أهم حاجة أنا ما باسيبهاش وأمشي خالص، أنا قدّامها طبعًا أنتم عارفين ده عسل، والعسل لو اتلسع معانا طبعًا مش هتبقى أحسن حاجة في المفتقة، ومش هتبقى أساسًا يتقال عليها مفتقة. زي ما أنتم شايفين كده أنا على طول هنا معانا الطبق أهوّة، أنا هاورّيكم دلوقتي إيه، بُصّوا يا دوبك غليت قد إيه يا بيرو، خدت لها 5 دقايق بس ضبط على النار، وهاجرّبها لكم وأورّيها لكم. أنا عايزة أقول لكم العسل كان اللهم بارك حلو جدًا. عايزة أقول لكم برضه لمّا تيجوا تعملوا مفتقة لازم تجيبوا نوعية عسل كويسة، ده هينجّح معاكم كمان المفتقة جدًا. أنا صراحة رُحت للعطّار قُلت له عايزة عسل كويس، قال لي عندي عسل ناجي حمادي، وعندي عسل نوعه تاني مش عارفة إيه كده، فأنا قُلت له على طول لأ عايزة عسل ناجي حمادي، لإن طول عمري أسمع من وأنا صغيرة كده إن عسل ناجي حمادي ده ما شاء الله هو ده أساس العسل، وتقيل جدًا ما شاء الله، قوامه كان حلو جدًا، جدًا بصراحة يعني، حلو جدًا. أنتم لو هتحبوا تعملوها لازم تسألوا على عسل ناجي حمادي ده وتجيبوه تعملوا بيه، لإن هو فعلًا، فعلًا يعني جميل، حتى ليكم أنتم لو الأكل حتى فيكم مفتقة، حتى لو للأكل ما شاء الله برضه هو طبعًا جميل جدًا، جدًا بصراحة، ما بيبقاش مغشوش ولا أي حاجة، بس لازم تجيبوه من مصدر موثوق منه. بُصّوا شايفين؟ أنا لسه يا دوبك 5 دقايق بس، بُصّوا القوام بقى بُصّوا، ولا راحت بُصّي ولا سايلة ولا أي حاجة، عملت خَط أهو شايفين؟ بس أنا برضه هاسيبها كمان شوية عشان أنا عايزة آخد نفس القوام اللي كنت باكله زمان وأنا صغيرة كده، فأنا عايزاه هو، مش عايزة اللي هو النوع الخفيف ده، لأ أنا عايزاه آكل مفتقة، مفتقة اللي هي كانت تقيلة جدًا بالقوام والريحة والطعم بتاع زمان. تمام كده؟ زي ما أنتم شايفين أنا هاسيبه كمان إيه، هاسيبه يعني كمان حوالي 10 دقايق كمان على النار. بُصّوا، بُصّوا أمّا بيبرد شوية كده باورّيكم، ما شاء الله بُصّوا، ما هي مش محتاجة أي حاجة، والله يا جماعة جرّبوها هتعجبكم جدًا. أنا بقى عايزة أقول لكم إن أنا عملتها وبعد ما عملتها أنا كده سِبتها شوية أهي، بُصّوا سِبتها بردت بقى شوية يعني. بعد ما بردت كده بُصّوا اللهم بارك تحفة جدًا والله. دي كده مش بردت، هي لسه سخنة، مش بردت يعني. أنا بقى هاعملها في يعني ابتدت إنها كده إيه، مايلة للدفيان، يعني هي سخنة بسيط مش دافية لأ، مايلة للدفيان. بس كده أنا هاعبّيها في قلب العلب دي. أنا صراحة ربنا قعدت أدوّر على برطمانات بقى عندي، مش لقيت عندي برطمانات من كل فيلم وأغنية، فقُلت لأ، رُحت بعتّ اشتريت العلب دي، وقُلت أعبّيهم كده كلّهم يبقى شكل واحد زي ما أنتم شايفين. عايزة أقول لكم بقى أنا كل شفقة أنا فرّقت للحبايب كده اللي حواليّا، وناس كتير بقى طلبتها منّي إنّهم أعملها لهم ويشتروها.
يعني هي طلعت كمان ما شاء الله، يعني عملت لي، يعني مش كنت باعملها بقى، أنا كنت باعملها لينا كده، لكن صراحة طلبوا منها قالوا إحنا عايزين نشتريها اعملي لنا وشوفي هتبيعيها لنا بكام، الكيلو بكام وكده، وإحنا هنشتريها منِّك لإن إحنا فعلًا بنحبها، والريحة كان ما شاء الله يعني كانت قالبة البيت جدًا. ولمّا طبعًا أنا اديت لهم وكده منها، هُم جيراني حبايبي طبعًا، عجبهم جدًا، جدًا طعمها وريحتها ما شاء الله، فطلبوا مننا نعملها لهم بقى، وقالوا شوفي هتبيعيها لنا الكيلو على كام، وإحنا هناخدها منِّك على طول، لإن هي فعلًا جميلة وتستاهل صراحة. وطبعًا ما فيش أنضف من الحاجة لبيتي. واللي وصل معانا لحد هنا من الفيديو، يا ريت ما ينساناش اللايك والشير، واللي أول مرة يزور القناة عندي يا ريت كده يفعل الجرس ويدوس على الجرس للكل، وياخد جولة كده ويتفرج على فيديوهاتي. ولو عجبه المحتوى وعجبه الفيديوهات بتاعتي، يا ريت ما ينساش يعمل لي لايك كده ويفعل الجرس وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مننا كل جديد. شايفين المفتقه؟ بصوا بعد ما بردت شويه بقى، بعد ما بردت وهديت كده، دي كانت لسه والله والله كانت لسه برضو دافيه. يعني مش قادرة أقول لكم والله، أنا خلاص بقى كنت عايزة أصور وخلاص بقى، أنا تعبت وزهقت الصراحة. شايفين أنا باوريكم العلب السوداني كده متعلق فيها إزاي؟ بصوا ما شاء الله، يعني كانت لسه والله لسه دافية كمان، مش هقول لكم بقى يعني دي كانت جمدت والله أبدا، دي كانت لسه دافية. لما جمدت بقى ما شاء الله اديتنا قوام الله اكبر عليه، يعني مش قادره اقول لكم بقى. شايفين؟ طبعا ما نجيبهاش من بره كده ابدا، عمرك ما تجيبها من بره تلاقي القوام دون ولا الطعم والريحه اللي موجوده فيه. جربوها هتعجبكم جدا يا جماعه والله. طريقه سهله وبسيطه وما خدش معانا اي حاجه، وهتعجبكم طعم وريحه وشكل. شايفين؟ تحفه 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 تحفه. جربوها وعايزاكم تقولوا لي رايكم فيها ايه. بصوا بصوا يعني هنا كانت بقى بردت شويه، كانت خلاص بقى كده بقت هادية دافية بسيط جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا جميلة. والريحة يا جماعة مش قادرة أقول لكم والله، لازم تجربوها ولازم تقولوا لي. ولو عجبكم الفيديو بتاع النهارده، أنا عايزة دعوة حلوة من القلب، وعايزة رأيكم في الكومنتات كده وتقولوا لي طريقتها بسيطة والّا لأ، وعاجباكم شكلها والّا لأ، ويا ريتكم كنتم معايا تدوقوا الطعم وتشموا الريحة، عشان كنتم تقدروا تقيموا فعلًا هي طعمها إيه وهي عاملة إيه. وأقول لكم دلوقتي بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.